الكشري المصري هقول لكم على طريقتي فيه اللي مش بغيرها، بجد دي احلى طريقة انا بعملها. عملت معاكم في الفيديوهات اللي قبل كده البصلة المقرمشة بتاعت الكشري، وكمان عملت معاكم الصلصة. هعمل معاكم بقى النهاردة باقي الكشري. في حلة على النار بنزل بالسمنة، معلقة سمنة، وبنزل بزيت من قلي البصل. ده بيبقى طعمه جميل جدا، بستعمله في كل مراحل الكشري. هنزل بقى بكيس مكرونة شعرية، انا بكتر فيه المكرونة الشعرية، بتبقى جميلة جدا. وبقلبها كده واحمرها. بنزل عليها بالملح، بيساعد ان هي تاخد لون واحد في التحمير. وهقلبها كويس، ايدي فيها معليش عليها النار قوي عشان ما تاخدش لون بسرعة. هنا عندي العدس بجبة، انا نقعاه في مية سخنة، هيتنقع لمدة ساعة. بغسله وانقعه لمدة ساعة، وبعد كده بغسله مع الرز بالشكل ده واصفيه. هنا عندي كوباية عدس بجبة على كوباية رز، كوباية صغيرة من دي كوباية صغيرة من دي على كيس مكرونة شعرية. المقدار ده بيخلي طعمه جميل جدا. وهشوحه كويس خالص مع المكرونة، لازم ياخد تشويحة جامدة. هنزل بمعلقة كمون، هقلبه بقى تاني كويس. اهم حاجة التشويحة بتاعة الرز والعدس معاه. هنزل بقى بمية سخنة، لازم المية تبقى سخنة لحد ما تغطي الرز معايا بالشكل ده. بعد كده هظبط بقى الملح، لو محتاج ملح هظبطه، واسيبه بقى لما يغلي. هغطيه واسيبه يغلي كويس. بعد كده هدي عليه النار خالص. هنا خلاص كان الشرب. ههدي بقى عليه النار واحط تحته الشياطة ربع ساعة، واقلبه بعد كده ربع ساعة اطفي عليه. هنا بقى المكرونة سلقتها في مية سخنة على النار، فيها زيت وملح، معلقة ملح ومعلقة زيت. ممكن تكتري الملح شوية، انا بحط معلقة كبيرة. بعد كده المية تغلي، انزل بالمكرونة الاسباجيتي، واللي هي المكرونة الزور الصغيرة. وبعد كده تغلي كويس بقى، بطفي عليها النار 10 دقايق، اغطيها 10 دقايق، وبعد كده بصفيها. بعد بقى ما تصفي اجيب بقى الحلة تاني اغسلها، واجيب فيها معلقة سمنة بلدي، وكمان الزيت بتاع الكشري برضو انزل فيه شوية، اللي هو زيت البصل. وبعد كده بجيب معلقة فلفل اسود عليه ملح، انا الفلفل الاسود عندي بيبقى عليه ملح على طول، على الزيت السخن كده. وبعد المكرونة ما بتتصفى كويس بنزل بيها في الحلة، واديها تشويحة في بكون اطفي بقى النار، واديها تشويحة مع الفلفل والسمنة، تقليبة كده صغيرة، بس تاخد من الطعم بتاعه كله. بعد ما اقلبها تقليبة كويسة جدا، بهدي عليها النار برضو، بحط الشريطة تحتها برضو 10 دقايق ربع ساعة، وبطفي عليها، وكده بتكون جاهزة معايا خالص. طبعا انا مجهزة البصل، ومجهزة الصلصة، وكمان بعمل الدقة بعملها مية الحمص. لو ما فيش حمص بحط مية سخنة، وعليها معلقة صلصة وليمون وكمون وخل وشطة. وهنا الكشري عندي جاهز، وكان عندي كبدة شوحتها وحطيتها على الكشري، بتبقى جميلة جدا واحلى طبق كشري.